القصة متداولة بقالها حوالي ممكن 9 أيام كده. اليوم اللي أنا اكتشفت فيه إن أنا مكتوب فيه محاضر، أنا وصديق ليا اسمه السيد أحمد الدسوقي. اكتشفنا إن إحنا مكتوب فينا محاضر بعيدة كل البعد أصلا عن الواقع اللي حصل. في نفس الوقت اصطدمت لما سمعت إن الحكومة كانت عندي وما لقونيش وأخد أخويا. مش قبل عارف. ما نوصل للنقطة دي يا إيهاب، أنت إيه قصة مراتك والدكتور؟ عشان يعني أنت وريتني فيديوهات ووريتني رسايل وحاجات كتير قوي. طبعا كل الكلام في الفيديو ده على مسؤوليتك الشخصية، على مسؤوليتها يا فندم. على مسؤوليتك الشخصية. على مسؤوليتها يا فندم. والدكتور برضه له حق الرد لو حب يتكلم في وعلى القصة. مسؤوليتي كمان، لان انا لما في بعض ناس عرفت ان كان في صحافه في البلد امبارح بتدور عليا عشان خاطر تعمل معاه في ناس لقاء. راحوا يصوروا معاك في هناك. ناس معينه ما عرفتش بصراحه اسم الجريده ايه، تمام. بس في ناس معينه اتصلوا عليا من الحقيقة من القضية عاملة البلد. قلق في محافظة اه. الدقهلية. فبصراحه انا قلت انا شغل في القاهره، انا موجود في القاهره، انا هصور مع اي حد عايز يصور معايا واحكي القصه كلها. فجالي تحذيرات امبارح يعني بكميه كبيره جدا. ان الدكتور ده يا ابني، انت لو رحت تعمل الكلام اللي انت بتقوله دوت، انت واخوك اللي لسه في البيت لحد دلوقتي واللي جوه في السجن، انتوا الثلاثه ما عدتوش هتشوفوا الشمس. انت لحد دلوقتي انت ليك حق مالكش حق، انت اصلا كده كده بتضيع نفسك بنفسك. فيا ابني اسكت. طبعا انا مش هسكت. طب سيبنا نقول القضية ايه تمام. الواقع. انت عرفت ازاي ان زوجتك على علاقة بالدكتور؟ والله يا فندم، انا الموضوع كله كان عادي جدا. يعني كان في اختها بتتابع مع الدكتور ده. الدكتور ده دكتور نسا عندنا في البلد نفسها. احنا من الارياف. فالدكتور دوت اختها كانت بتتابع عنده، فهي بدات ان هي مثلا تزور اختها وتروح مع للدكتور ده مع اختها عادي. طبعا ما فيش ادنى شك خالص ولا اي شك عندي ان هي ممكن تكون بتخون اصلا، او ممكن يكون واحد زي ده في السن ده، في المكانه اللي ربنا حطه فيها وجعله ان هو من الناس اللي اعلى مكانه في العلم، ان ممكن يعمل حاجه زي ده. ما جاش ما في باله تخيلتش ان اطلاقا. زوجتك على علاقة بيه؟ خالص مش في دماغك خالص. ما مآمن يعني؟ حاجه لا تعقل، حاجه لا تعقل. لان انا مش عايز اقول لك انا كنت سائل عليه او مش سائل عليه، انا ما اعرفش اصلا عنه حاجه، بس هو بالعقل كده. دكتور نسا يعني بيخش له في اليوم ستات كتير جدا. كل يوم بيشوف ناس كتير هي دي جدا. الكارثة يا إيهاب. هي دي الكارثة ان يا هو فندم، متورط في قضية زي دي. شيء لا يعقل. اللي انا اصلا ابدا اشك في حاجه زي، ممكن اشك في حد تاني، بس في راجل زي ده ازاي يعني من نفس القريه؟ طب اصلا مش هتيجي اصلا لو هيعمل كده طب انت هيعملها. شكيت ازاي؟ يعني ايه اللي حسيته شكيت يا بمراتك خلاك فندم. تشك؟ هو كل حد فينا لما بيكون عايش مع حد بنمط معين ويلتقى النمط ده اتغير بيبدا يحس يعني ان في حاجه مش مظبوطه. زائد ان انا من النوع الكتوم شويه، لما بحب اوصل لشيء الحمد لله بعرف اوصل له. فبدات ان انا اشك في يعني في تغيرات نمطيه في اليوم اللي احنا بنمشي بيه، في حاجات متغيره. زي مثلا توطي صوتها بتتكلم في التليفون بالليل الساعه 3 بالليل مثلا، التقى في رسائل جايه على الواتس، رنات على الواتس. كانت كاتبه اسمه ميم ميم. ماشي. وكانت بتقول لي ان دي صديقتها. فجاه لما بقيت اقول لها اختك عامله ايه وكده، زي ما يكون هي حست ان انا شاكك في شيء. فلقيتها في نفس اليوم اللي انا سالت فيه، لقيتها بتقول لي على فكره الدكتور كذا بيقول ان هو عايزني اعمل له اعلانات لانه بيفتح عيادات جديده. زوجتك شغالة في مجال الاعلانات؟ زوجتي شغاله في مجال الاعلانات عادي، يعني بتعمل اعلانات على النت للشركات للمنتجات للكلام عادي، من ده شغل طبيعي. عادي يعني. بعد كده بدأت توجد لك مبرر اه عشان تكلم الدكتور. تمام، عشان ان انا اكون مش حاطط في دماغي شيء، الشغل زي اي شغل. وبرضه بعيد كل البعد تفكيري عن الموضوع ده، لحد ما حسيت ان الموضوع بقى يعني بقى غير طبيعي شويه. يعني انا كلمات اوفر يعني. اه مكالمات اوفر، زائد ان خروج في اوقات مش طبيعيه الخروج فيها مثلا، والتاخير في الوقت. تمام. انا طبعا كنت اشتغلت، يعني انشغلت بوالدتي لسه متوفيه من 4 شهور. وطبعا والدي متوفي من سنين، فوالدتي لسه متوفيه من حوالي 4 شهور. فقبل ما تتوفى طبعا كانت مريضه سرطان. فقبل ما تتوفى يعني بصراحه تعبنا معاها جامد، وكل البلد تعرف الكلام ده. فبقيت ان انا اصلا مشغول بوالدتي اكتر من اي حاجه. هي دي كانت الفتره اللي الاثنين بقت المجال بينهم مفتوح جدا. تمام. دي الفتره اللي انا حسيت ان المجال بقى مفتوح جدا. وصلت للشك بقى في دماغك. عملت خلاص. ايه؟ بدأت إن أنا بالليل أعمل نفسي نايم بس مش نايم. يعني مثلا شايف إنها بتطلع تقعد مثلا في الصالة، تقعد التليفون دايما معاها، بقت حريصة كل الحرص إن التليفون ما يبقاش موجود قدامي. ما ما يفرقهاش. يفرقهاش يعني. حتى عايز أقول لحضرتك لو هي معلش في الحمام بتعمل أكل، بتاع التليفون موجود على طول معاها.
ده ما ما كانش طبيعي قبل كده. ده ما فيش تغيير نمط الحياة يدعى للشك. مم. تغيير النمط في حاجة مش مظبوطة. اتأكدت من شكك ولا الموضوع فضل شك؟ لا، هو الموضوع فضل شك حوالي ممكن شهرين مثلا. شهرين. شهرين حوالي الموضوع شهرين شك. وبعدين الشك ان هو مش في الشخص نفسه، شك ان في صدقيني حد في تاني، حاجة مش مظبوطة، بس الشخص كان بعيد كل البعد مش في دماغك الدكتور. خالص، مش في دماغي. يعني ممكن اقول حد تاني بس ده بالذات لا. وصلت انه بينهم علاقة ازاي؟ وصلت اللي بينهم علاقة من طريق الواتس. كان في رنة حوالي الساعة 3 بالليل، ده البداية بقى. مم. فلقيت سمعت فويس بصوته. مم. تمام. الفويس اللي بصوته ده صوت حد كبير وبتاع. فطبعا عملت نفسي ان انا ما خدتش بالي من حاجة. سألتها بقى عليه وصلت لفين في الشغل مع الدكتور كذا وكده. قالت ان هو بيقول انا استنى شويه، اصل بجهز شويه تجهيزات وكده، وعايز اشوف الحاجه اللي هتعملها لي بالظبط العياده، لان انا قدامي عروضات تانية وعايز اختار شيء معين وكده. قلت لها طب ماشي تمام تمام. لحد ما جيت يوم بدأت تقول لي ان انا في سفر عندي للقاهره وكده، وممكن اقعد هناك كام يوم وبتاع، ويعني ممكن ان انت تتصرف بقى تتصرف وكده. طبعا الكلام ده كان بيجي يوم الاربع بالليل. الكلام مم. ده كان يوم الاربع بالليل اللي انا اكتشفت في الموضوع ده. فالمهم ان في اليوم ده يوم الاربع بالليل او ممكن يوم الثلاث، يعني المهم انا ما كنتش متقن بصراحه للوقت ساعتها كام. مم. المهم ان ده كان لسه في مرحله الشك. فقلت لها طيب ماشي ما فيش مشكله. فجاه ما راحتش. مم. فجاه ما ما راحتش. راحتش خالص. ده برضه اداني شك لحد ما جيت يوم انا اصلا مش فاكر اليوم ده كان يوم، يعني ما يعلم بالله ربنا، ان انا زهقت خلاص من ان انا شاكر، الشك عايز خلاص اثبت ركب لنفسي دماغك يا بقى. يمين يا مم. شمال. مسكتها ضربتها وافتحي تليفونك. فتحته، الباسورد فتحته. وفاجأ بالفيديو اللي حضرتك شفتيه، حول الله. وأفاجأ بس ده بمكالمات. الفيديو ده قذر يعني، سوري الفيديو في يا اللفظ فندم يعني الفيديو يا فندم علاقة كاملة بينهم ما اتنين يعني الفيديو ده طويل. طويل. انا شو يعني الفيديو طويل. الجزء اللي احنا شفناه يعني الفيديو طويل. مش هنتفرج عليه يعني. تمام. الله يعينك. انا عايز اقول لك ان انا في حالة انت شفت هستيريا. الفيديو؟ شفت الفيديو، ويعتبر شفت اللي هو اول دقيقتين ثلاثة كده من ما الفيديو. هكمل ايه بقى؟ فاهمان يا فندم؟ فدخلت في موضوع هستيريا. انا كنت بيني وبين جريمه قتل لشخصين. مفيش يعني خلاص، اللي هو بقى والدتي لسه ميته. صدمه كبيره في حياتي. وصدمة طبعا الخيانة. الصدمه موضوع الخيانه دوت يعني حاجه لا تعقل. فبصراحه لقيت ان انا الحياه بالنسبه لي خلاص قفلت. حسيت ان انا يعني الارض نفسها مش عايزاني امشي عليها تاني خلاص. لحد ما يعني ضربت ضرب بهستيريا جامده وكده. فمشيت مش عارف رايح فين، بس تليفونها معايا. خدت تليفون تليفون ما سبتوش. انا من اللحظه اللي حصل فيها الموضوع ما سبتوش. عليه بقى كل البلاوي. لقيت انا واحده واحده بقيت اكتشف كل حاجه. طلعت انا عايز اجيب الدكتور ده. بقول لحضرتك عايز اعمل جريمه قتل. مم. في نفس الوقت بيني وبين نفسي قلت طب انت هتضيع نفسك عشان خاطر اتنين زي دول؟ بينكم ولاد؟ عندكم ولاد؟ ما فيش، كان اتحمل في الحمد وقت لله. وسقطت وكده. طب احمد ربنا. الحمد لله ما فيش حاجه يعني الحمد لله. بس الموضوع مش موضوع اولاد. هو لو موضوع اولاد كان فعلا كان ممكن جريمه القتل دي اتنفذت مثلا. بس الحمد لله ان ما فيش اولاد. فبدات ان انا احكم اعصابي شويه وادور على الشخص ده. عايزه عشان ايه؟ تنتقم؟ عايزه. انا مش موضوع انتقام، بس موضوع اللي انا عايز اعرف ده حصل ليه. انت كشخص ربنا اداك مكانه ان انت يبقى اجسام الستات مستباحه قدامك في ان انت تكشف عليهم في مجال شغلك. طب ليه اصلا تبص لحاجه زي كده؟ يعني هو حتى المفروض يكون عنده قسم ما بيبصش على حاجة يعني ده. فندم المهم انت الفيديو اللي متصور ده ما سألتهاش مين صوره طيب، او مين اللي عمله، مين على موبايلها يعني، هو مين مصور فضلت تقول مين؟ لي انا هفهمك كل ده وانا بضرب. هفهمك ايه؟ هي دي هفهمك فيها فهمان؟ مش عارف هفهمك ايه. طب فهمتك ولا لا؟ فهي بعدها استنى. بعدها يعني عايز اقول لحضرتك زي ما تقول هي. انا كنت مفكر ان هي موتت نفسها. مم. كنت مفكر ان هي موتت نفسها. انت قلت لي والله ان هي اختفت بعد كده. لحد ما في بقى صديق ليا مم. حكيت له اللي حصل ده. ماشي. اذ افاجئ ان صديقي ده اصلا اللي كلمه في الموضوع الدكتور نفسه. مم. كلمه في الموضوع في الوقت ده. عرفت ايه اللي حصل. عرفت ان هي كلمته. الدكتور انت رحت قلت لي سألت رحت تدور على الدكتور. رحت عند العياده لقيت في ستات قاعده. ما رضيتش اخدش الحياء بتاعت الستات. يعني احنا احنا كلنا بلد واحد. بلا ارياف عارفين بعض لما اروح اعمل حاجه وهتفضح نفسك كمان. تمام. انا راجل شاب ولسه قدامي دنيته ومستقبلي. حتى لو كان حصل حاجه زي دي في حياتي
انا ممكن اسكت واعدي الموضوع وكأن اصلا شيئا لم يكن، بس طبعا هي مش هتبقى في حياتي تاني. طبعا العقل ساعتها عايز اقول لحضرتك ان هو مش قادر يثبت لحل معين. فضفضت مع صاحبي ده، لقيته بيقول لي انا عارف الموضوع. قلت له ازاي؟ قال لي الدكتور كلمني وبيقول لي تعالى اقعد معايا شويه، وحكى لي نبذه عن الموضوع. قلت بس اي حد مكاني ساعتها هيعرف ان البنت دي فين مع اختفائها، هيعرف ان هي فين لما صديقي ده طب عرف هو الدكتور الموضوع. عرف منين اللي حصل اصلا؟ اكيد عرف منها هي، اكيد عرف منها هي. ايه اللي عرف صديقي الموضوع؟ تمام، ده اللي انا وصلت له. صديقي ده بلدنا كلها تعرفه، راجل عنده 4 اولاد، راجل الحمد لله سمعته نظيفه جدا. يعني ما فيش في حياته انا ماليش سوابق قبل كده، هو عملت ايه ملوش في سوابق. الدكتور؟ الدكتور ده يا فندم انا كنت بيني وبين ان انا اوصل يعني الموضوع ان انا اقتله، برضه نفس المقاس كده اللي خلاني خلاص هقتل اللي كنت متزوجه ديت. هو نفس الكلام كان مع الدكتور، كنت هعمل كده. صاحبي ده بقى هو اللي بايده بدأ كل يوم يجي لي البيت ويقعد معايا. خلاص وانت يعني، بتدور عليه؟ وانا بدور عليها ومش عارف هي فين، ما اعرفش مكانه اصلا. يعني قالوا ان هو له شقق في دمياط وكده وبتاع. ايه ده الدكتور اللي خدها؟ الدكتور يا فندم انا في ناس كتير قالت لي دور عليها هناك في دمياط. في الوقت ده بقى رحت له العياده، رحت للدكتور ده العياده ووريته جزء من الفيديو. قلت له حضرتك ده ولا مش ده؟ ده بكل للدكتور؟ ده الدكتور. انت رايح توري له فيديو؟ راح اوري له الفيديو اقول له حضرتك ده ولا مش ده؟ ماشي. ده كلام. فين يا فندم؟ اعمل انا خلاص. تفكيرك هداك لكده؟ ده صديقي ده هو اللي اللي شار تفكيره. عليك قال لك تعالى نروح نعمل كده؟ لا ما قاليش تعالى، انا رحت لوحده وما كانش معايا. صديقي ده يعني فهمني ان الدنيا ما تستاهلش اللي انت عاوز تعمله ده. ده واحده زيها زي اي واحده عادي، وبعدين هي تخسر انت ما خسرتش. صحيح. يخلوهم يشبعوا ببعض، دي هو نزوه في حياتها ودي في حياته حاجه كده هتعيب ومش هتصلحه. ده صحيح، خدت ده بالك؟ دكتور لا يعني. ده دكتور يعني دكتور نسا مش دكتور حاجه تانية. رحت له، انا اكتر حاجه خنقتني وريته الفيديو؟ وريته جزء من الفيديو. قال لك ايه؟ عايز اقول لحضرتك ان بكل طريقه مستفزه، اقسم لك بالله يا فندم بكل طريقه مستفزه، بكل طريقه تحسسك ان انا اللي غلطان مش هو. قال لي اللي خلقني يحاسبني، يعني عادي بالنسبه له. اللي خلقني يحاسبني. انا سبته ومشيت تجنبا لممكن يعني نار تطلع مني، انا ما بقاش عارف انا هعمل ايه. يعني هو الدكتور قال لك اللي خلقني يحاسبني؟ اللي خلقني يحاسبني، اللي خلقني يحاسبني. نزل اتصالات على صديقي ده، مع ان انا حذرت صديقي ده منه وقلت له ده راجل مش تمام، ده راجل مش تمام، ابعد عنه. لان كانت معرفته بصديقي اللي صديقي دلوقتي متهم في حاجه هو ملوش ذنب فيها، له اخ دكتور. يعني صديقي ده له اخ دكتور بس دكتور صيدلي، زميل نفس السن بتاع الدكتور اللي انا ظبطته مع زوجتي دوت، هو نفس السن. الاثنين اصدقاء. انت متخيله انه بقى يكلم صاحبي ياخده يقول له تعالى اقعد معايا في العياده شويه وكده ويفضفض معاه في الكلام، ومجرد ما صاحبي يمشي يبعت على الواتس كلام بما يفيد فيه، يعني بقى يستوحي فكره انه عايز يحل الموضوع باي حاجه. يقول لي صاحب هو اتهمك بايه الدكتور بقى بعدين؟ يعني انت قلت لي لا، قلت لي ان بعدها بفتره لقيت نفسك متهم. انا ما اعرفش بقى ان مش انا قادرة أفهم متهم. الحتة دي. انا ما اعرفش ان انا متهم غير في اليوم اللي جالي فيه التليفون: الحق اخوك الصغير اللي هو لسه مخلص جيش بقاله 4 شهور، الحق اخوك الصغير متاخد، الحق صاحبك السيد متاخد. في ايه يا جماعه؟ انا ما كنتش موجود في البلد. كل الناس بتتاخد وانا فين؟ في ايه يا جماعه اللي حصل؟ قال ان الدكتور ده كاتب شكوى فيك انت والسيد، عامل فيك محضر واثنين وثلاثه فيك انت والسيد، طب ما وجم عملش البيت. فيها؟ مش عارف. عملش انا في لحد مراتك؟ دلوقتي يا فندم عايز اقول لك ان انا لحد دلوقتي ما وصلتش لسه ناحيه المركز. من اللي انا بسمعه من الخوف. انه حاصل خوف من ناحيه حاجه، هو ما ياخدش روح غير اللي خلقها. انا مش طبعا. خايف من بني ادمين، انا خايف ان انا اتحط في شيء وما اعرفش اثبت اللي طب انا ليه انت عايزه ما فين. عملتلوش محضر يوميها ولا حاجه؟ ليه ما عملتش محضر بالفيديوهات اللي معاك؟ يوم ايه بالظبط؟ يوم ايه اللي انا اعمل في المحضر؟ اليوم ما شفتها، دلوقتي، اي وقت يعني انت معاك فيديوهات تودي في داهيه يعني. طب انا عايز اقول لحضرتك ان انا لما صديقي ده كلمني وقال لي بص لعياله، عيال الدكتور ده ما لهمش ذنب في وعنده حاجه. عيال؟ عنده 4 اولاد فيهم بنت. قال لي ما لهمش ذنب في حاجه. بدات احس ان يعني فعلا عندك 4 اولاد هم ما لهمش ذنب في حاجه. هيتجرسوا. قرايبك نفسهم ما لهمش ذنب في حاجه. الناس اللي انت اسمك من اسمهم ما لهمش ذنب في حاجه. البلد نفسها اللي حصل فيها الموضوع واللي دلوقتي
الناس كلها بتتكلم ده عنها، بس المشكله مش في مالهمش كده، ان ذنب. كل زوج هناك ومراته دلوقتي في البلد دي يعني الله يعينهم يعني. لا انا عايز اقول لحضرتك ان في مكالمات جات لي قالوا الله يسامحك ان انت عرف لنا حاجه زي كده، بعض ايوه رجاله. ايوه طبعا. انا في واحد كلمني انا بقالي 3 ايام مش عارف انام. طب ليه انت ايه علاقتك بالموضوع؟ اصل انا مراتي كانت والده لسه قريب. طب في ايه طيب اللي حصل؟ يا ترى هو عمل ايه بقى مع مراته ومراته خافت تقول لي عشان ما اعملش نصيب. لا حول الله يا رب. تخيل ان ده فكره بني ادم ايوه بلد في قلب ارياف البلد. قافله على نفسها، فالناس كلها عايز هتشوف. اقول بلد، لا بلد هاديه، بلد عاديه. الدكتور موجود في البلد، الناس كانت بتروح له بحيث ان هو قريب، بدل ما يروحوا مثلا لكيرنس وكده وبتاع، فعادي الناس بتروح له. بس انا بعدها اكتشفت، حتى ممكن حضرتك تنزلي البلد وتسالي، ما تاخديش مني الكلام مصدق، بس انزلي البلد واسالي، حضرتك هتسمع عنه وساخه ما يعلم بها الا ربنا. طب بلاش نشتم، مش خلينا. مش شتيمه، انا ده سلوك بني ادم في حياته. انت متهم بايه؟ انا متهم بتعدي بالضرب مم. وتهديد وتشهير وابتزاز. ده مين اللي عمل كده؟ الدكتور الدكتور عمل كده؟ عامل كده، اه. وعمل كده، وانا ما اعرفش غير بعد ما عمل كده لا وانت قلت لي في بحوالي. حاجه غريبه في المحضر، بس عشان عايزين نقول للساده المتابعين على مسؤوليتك يعني. بعت المحامي يشوف المحضر اللي معمول فيه. مم. قال لي الدكتور ده كتب محضر، النص بتاعه بيقول انه في يوم اقام علاقه غير شرعيه مع سيده، اقام علاقه الدكتور كاتب بالنص. كده؟ المحامي، انا ما بقول لحضرتك انا ما رحتش عند اه المركز. ايوه المحامي قال لك. المحامي قال لي القضيه ان بتقول. الدكتور بعته عشان خاطر يشوف المحضر اللي مكتوب فيه ده ايه. قال انه اقام علاقه غير شرعيه، الدكتور كاتب كده اقام علاقه غير شرعيه مع سيده، وفوجئ بعدها بناس بتبتزه وبتعتدي عليه وبتطلب منه فلوس. تمام. ده هو معترف ان هو اقام علاقه غير شرعيه، مش مهم الباقي يعني. ايوه ايوه ده طب انت نص. انت ابتزيتوه عشان ايه؟ يا فندم ما حدش ابتزه، يا فندم هو ما حدش ابتزه. حضرتك ده كان بياخد صاحب ده اللي هو السيد اللي محطوط دلوقتي هناك، لا حول ولا كان قوه الا بالله. بيتصل عليه تعالى اقعد معايا. لما بيروح يقعد معاه بقى يتكلموا في كلام، كان السيد ده بيقول لبعض منه، بعضا منه مش كله مم. يعني، وكان يكمل الكلام على الواتس معاه، يقول له يا سيد ما فيش مشكله ملهاش حل، انا في يوم كنت بعمل عمليه، وعلى ما اتذكر بقى كان بيقول انه بيعمل عمليه لواحده، مش عارف الواحده اللي ماتت او الطفل اللي مات اللي بتولد، المهم ان في حد في العمليه مات، يا الولد يا الام، والناس بعدها كانوا هيشتكوه، كانوا هيودوه في داهيه. مم. فهو عمل ايه؟ اتواصل معاهم لحل وكده ودفع 850,000 جنيه. فكان بيقول لي السيد يعني فبيوحي له انه ممكن يديك فلوس وتسكت على سوري على لا لا القضيه لا لا، يعني. مش انه يديني فلوس، ده بقى يقول له احنا عايزين نشيل العصبيه من ايهاب، ما يبقاش عصبي بزياده عشان ما يتهورش في اي شيء والكلام من ده. طب ما يتجوزش ليه؟ طب ما يتجوزش واحده تانيه ليه؟ قال له يا دكتور انت اه يعني يعني تسيبها له انت وتروح تتجوز واحده تانيه. سوري ده يعني. يا فندم، ده هو انا عايز اقول لحضرتك ان هو كان خياله اكبر من كده كمان، ده هو كان خياله مش انه ياخدها بس، ده هو خياله انه ياخدها ويحبسني انا، بحيث ان هو يرتاح من سيرتي على طول بقى. ده كانت نيته، لا حول الله. مش مجرد ان انا اسيبها وخلاص. كل مكالماتي. زوجتك فين؟ مش عارف، مش عارف مش عارف لحد اللحظه دي؟ لحد اللحظه دي مش عارف، ومش عايز اعرف، وبعد اللي حصل مش عايز اعرف. طلقها. يا فندم انا عايز اقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك اهوت، انا كنت اصلا مش عايز اقول لك ان انا متغاضى عن الموضوع وعن اللي حصل، لا انا كنت بقول لحضرتك ان انا ما كنتش عايز اصلا حد يعرف حاجه، عشان ما تفضحوش. عشان يعني هو لو مش هيهمه الفضيحه انا يهمني الفضيحه. ليه؟ هو راجل وصل لسن مثلا عنده حوالي 50 سنه، ممكن ما يهموش البلد، هو راكب عربيته ويمشي من البلد، انما انا جوه البلد، انا شاب وسط شباب البلد. ايوه طب ما هو انت طلعت دلوقتي تقول للناس القصه. طلعت دلوقتي اقول للناس القصه لسبب واحد بس، في ناس كتير جدا هو مخلي بعض من الحاشيه بتوعه، لان هو طبعا صاحب مثلا نفوذ، زي ما احنا شفنا كده باللي حصل لصاحبي والاخويا والكلام من ده، صاحب نفوذ من ناحيه، وفي الناحيه الثانيه وصل انه ممكن بفلوسه يعني يضيع الحق، لو حد له حق هو يضيع حقه. انت قلت لي هو قال لك ان امبارح لو طلعت في فيديو فهو ما قالش او لو ما صورت. قالش بلسانه. في بعض الناس من اللي متدخلين في الموضوع عشان خاطر يحلوه، قال له نصيحة ما تطلعش حاجة اسمها لايف وتتكلم في الموضوع، لأن أنت لو طلعت لايف أنت هتحصل أخوك اللي جوه، ما أنتش عدت طالع، وأخوك اللي في البيت اللي هو ده أخويا ده اسمه عبده، ده راجل سواق نقل، لا ملوش دعوة بأي حاجة في الحاجات دي بلدكم أصلا. اسمها ايه؟ بلدنا اسمها قرية كفر أبو ناصر، مركز دكيرنس، محافظة الدهلية. تمام. كل الناس عندكم بقى عارفين القصه دلوقتي، كده مصر كلها عرفت القصه. أيوة كل الناس عارفة انت القصة. اهم عايز تعمل ايه؟ انت ليه ما رفعتش قضيه زنا عليهم؟ ليه مثلا من الفيديوهات اللي معاك ليه ما خدتش بحقك بالقانون طالما انت كنت عايز تلم الموضوع؟
اللي هي ما رفعتش قضيه زنا عليهم. اخويا والسيد، اليوم اللي عرفت فيه ان مكتوب فيها محضر ده من 7 8 ايام. مم. عرفت ان مكتوب فيها محضر وانا اصلا شغل في القاهره، ما كنتش موجود في البلد. من قبل ال7 8 ايام دول انا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت خلاص بعدت عن الموضوع ده، نسيته. عاوز كنت تنسى خلاص نسيته وتطلقها. فعلا. عايز اقول لحضرتك شفت كده لما يكون انت خلاص في شيء نسيتيه بس هو اللي فاكرك وعايزك. يعني انا بعدت عن القرف، لقيت القرف هو اللي جاي. انت قلت لي انك سبت البلد كمان وجيت قعدت في القاهره. بشهاده ناس كتير من البلد، حتى أنا بقول لحضرتك يعني بعد الموضوع ده انت سبت البلد وجيت قعدت في القاهره. جيت قعدت في القاهره في شغلي. اه انا اصلا شغلي في القاهره في شركه حراسات. بس انت يعني من الفضيحه يعني سبت الدنيا وجيت. لا مش من الفضيحه، ما كانش لسه في فضيحه ساعتها. مم. بعد الموضوع ده ما حصل كانت الفضيحه عباره عن 4 اشخاص، مم. انا وزوجتي دي والسيد صديقي والدكتور. والدكتور. بس كنتوا انتوا الاربعه كنا احنا الاربعه اللي نعلم بالموضوع ان حصل كذا كذا كذا. ده والدكتور عمل لك محضر. الدكتور ده بقى عمل ايه؟ بتخطيط المحامي بتاعه، وعايز اقول لك وبنيه السوء عنده كمان. إيه انه السيد ده، بقول لحضرتك السيد ده اخوه الدكتور، السيد ده له قلت اخ لي ان اخوه دكتور دكتور صيدلي صاحبه. زميله. كان الدكتور اللي اقام عايز العلاقه اتكلم بينهم. في قضيتك انت. طب ليه لحد اللحظه دي مش عارف تعمل ايه؟ يعني ما عملتش محضر يعني عملت توكيل للمحامي برفع دعوه زنا، لحد دلوقتي يا فندم المحامي مش عارف يقدم الدعوه. ليه بقى؟ طلبوا تاشيره كل يوم يقولوا له تعالى بكره ده احنا عايزين النيابه الشخص ده. قالوا لي كده، هو المحامي قال لي كده احنا عايزين الشخص ده. عشان إيه، القضيه اللي عشان الدكتور التهديد. عاملها. عشان قضيه التهديد اللي هو عاملها. انتوا بتكلموني في قضيه تهديد وبتكلموني في ايه؟ ده انا كنت هرتكب جريمه قتل. ده انا كنت هخلي الموضوع اكبر من كده بكتير. ده انا ربنا هداني ان انا ما ارتكبش فعلا جنايه بمعنى الكلمه، وكان بظروفها اللي يحصل ما فيش حاجه بعد اللي حصل ده. إيه انتوا بتتكلموا في ايه؟ فمن بعد كده يعني لقيت ان المحامي بيقول له، قلت له طب وبعدين يعني انا ليا حق مش هيبقى ليا حق؟ يعني انا دلوقتي مطارد، واخويا اللي في البيت دلوقتي ده مهدد، واخويا اللي جوه اللي انا مش عارف عنه حاجه. كل ده وصاحبك اللي ليه؟ اتحبس. صاحبي اللي ملوش دعوه اصلا باي حاجه. انا صاحبي ده ملوش دعوه باي حاجه، وراجل محترم والناس كلها تعرف الكلام ده. ذنبه ايه؟ وانت دلوقتي انا لو كان على الموضوع ليا انا بس، يعني انا بقولها على الهوا مباشره اهو. انا لو هتعدم في ميدان عام بس يبقى الموضوع ليا الشخص بس. ليه ناس تانية تتأذى ملهاش دعوه؟ ليه واحد صاحبي ممكن يموت في السجن لان صاحبي ده ملوش اصلا، يعني ملوش ثواب، ما عمره في حياته اصلا ما زعق لحد. صاحبي ده ملوش ثواب. يعني انت اخويا ملوش ثواب. عايز تتمكن زي ما الدكتور عمل محضر، انت تعمل محضرك بفيديوهاتك وتقدمها. انا عايز القضاء يحط الدكتور ده ويحطني ويفصل ما بيننا. صح. يفصل ما بيننا. وفي حاجه هو بيقولها للناس، بيقول انا كنت طالب منه 1.5 مليون. ديت حاجات جاتني من البلد. بيقول انا كنت طالب منه 1.5 مليون. طب يا دكتور يا اللي بتقول انا طلبت منك 1.5 مليون، حضرتك مع ان لو كان حد تاني كان طلب منك حاجه كنت انت هتقول له انا بايع لك اللي قدامه واللي ورايا، بس انا لو كنت طالب منك 1.5 مليون مع الفضايح اللي حصلت ده يا فندم. أيوة. لو كان حد طالب منه اللي حيلته كله كان اداهوله. أيوة. وما يحصلش الفضايح دي. البني ادم ما هو غير سمعه، والجسد بيموت والتاريخ اللي بيفضل. حضرتك يا فندم برضه انا مجهز رساله اهيت، والرساله ديت اكيد هو مقدمها قدام المحكمه اللي حضرتك، وانا برضه المستند معايا مش همسحه. ما تمسحش حاجه. تمام. قال لي طلباتك. لما كنت بكلمه قال لي طلباتك، فقلت له ماليش طلبات يا حاج، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. تمام. لو انا كنت واحد بخطط زي ما بقول لك كده ابتزه، مش عايز اقول لحضرتك بقى ان مين ترضى اصلا انها تتصور في حاجه زي كده عشان خاطر حد يبتز. مين اصلا اللي هترضى بالكلام ده؟ مفيش اي واحده في الدنيا هترضى. طب دي شيء. تاني شيء يجيبوا مراتك بقى يسالوها في يا فندم. ده شيء موضوع التصوير ده شيء. الشيء الثاني، انا لو وصل بيا الموضوع ان انا اكون هبتز حد، انا كنت ابتزيت حد في حياتي قبل كده. بلدنا كلها تعرف انا الحمد لله ما فيش عليا جنيه. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في مجال الحراسات. حراسات خاصه. الحراسات الخاصه، ومعايا رخصه، يعني ممكن لو في شغل سواقه هشتغل كمان سواق. عايز اقول لحضرتك انا ما فيش حاجه ما اشتغلتش فيها. انا كسرت في البيوت، طلعت مون على كتفي، ما فيش حاجه ما اشتغلتش. بالحلال الحمد لله. وبلدنا كلها تعرف الكلام ده. انا والدتي يا فندم مدرسه، انا والدتي متوفيه وهي مدرسه. الله يرحمه. والدي الحمد لله كان راجل صاحب معرض عربيات، وده بس لازم تعرف انك اسأت الاختيار يعني. يا فندم ما حدش يعرف في زوجتك ما حدش يعرف المستقبل مخبي ايه. ما حدش يعرف المستقبل مخبي ايه. ده الموضوع يعني. هو يمكن لو كان اي شخص تاني غير الدكتور ده، انا عايز اقول لك انا يعني ما كنتش يعني ما كنتش صدقت. الدكتور ده انا مش مصدق اصلا، انا مش مصدق. لولا الفيديو. ليه؟ ده هي كمان هي بني ادم عاديه زي اي حد. هي
معلش هي مش ملاك نازل من السماء واللي هي غايه في الجمال وكذا، بني ادم زي اي حد. ان انت يوصل بك الدرجه انت تعمل كده ليه؟ عشان ايه؟ الفيديو ده في العياده؟ الفيديو ده انا مش عارف اصلا طب إيه. مين صوره؟ انا لسه اقول لحضرتك انا مش عارف اصلا اتصور امتى واتصور ليه، والعلاقه دي اصلا كان فين النوم ده، كان يعني كانوا بالعلاقه دي عملوها قبل كده كم مره. انا مش عارف اي حاجه، لان انا من بعد الحوار ده ما حصل بقول لك انا في حاله هستيريا، في حاله الشغل نفسه اللي انا فيه مش قادر يبعدني عن الموضوع. مش قادره تشتغل. مش قادر، بس تجنبت الفضايح، لان الفضايح زي ما ما كلها بقت هطوله. فضايح يا ايهاب. ما انا عارف يا فندم زي ما الفضايح كانت هطوله، بس هو ما كانش مفكر ان الموضوع هيوصل لكده. استغاثتك يا ايهاب ايه هي؟ استغثت يا فندم ان الناس اول حاجه ما تحكمش من الباطل والتردد الكلام اللي ماشي في البلد عن طريق الدكتور ان هو ادالي 1,5 مليون، انا عايزه يقدم ان هو اداني جنيه فضيه كده، يقدم مستند. وصديقي اللي ملوش دعوه باي حاجه في الموضوع اتظلم. صديق واخوك اللي ظلموا في القصه كلها يخرجوا اخويا الاثنين او الصغير يحققوا في مش القضيه بما يرضي انا الله. بقول لحضرتك انا عايز الموضوع ده لإيهاب بشخصه، اقسم بعزة وبالقانون. الله. انا لو هتعدم الصبح انا هبقى مبسوط. ليه؟ مفيش حد جه ملوش ذنب في الموضوع واتحط في الموضوع، انا هبقى مرتاح. انا اخطأت في شيء في موضوع زواجه، مع ان هو شيء عادي يعني الناس كلها عادي يعني، دي مش ما يعتبرش خطأ. بس انا اخطأت في شيء ان انا اصلا اقول ان ازاي واحد صاحب نفوذ انا هقف قدامه. انا لا ربنا معاك يا ايهاب، يا فندم والقانون بينصف المظلوم. ولو انت مظلوم القانون هيجيبه لك، ولو انت ظالم او انت انا لحد متورط في دلوقتي يا حاجه. فندم بقيت حاسس ان يعني مجال الشكوى والكلام ده كله عاد بيسخر مني عبد. انا بقيت حاسس ان الموضوع بقى واحد صاحب حق ما عادش له حق، انت مش عارف تاخد حقك. بقى هو الجاني. انت عايز تتمكن انك تقدم بلاغك زيه ويتحققوا في الاثنين زي بعض. تمام انا عاوز كده، وعايز اثبت ان السيد صديقي ده ملوش دعوه، لا ما السيد هو ده له التحقيق دعوه ولا كله اخوه الصغير ده له دعوه بحاجه. التحقيق كله النيابه هتتولاه، بتاعك وبتاع صديقك. واعتقد ان من حق اي بني ادم انه يحرر النهارده محضر المحامي كلمني وقال ان هو كان في مكتب المحامي العام في المنصوره عشان خاطر ياخد تاشيره على دعوى التوكيل الزنا اللي انت بتاع هتعمله. دعوه الزنا. تمام، اللي هي كانت المفروض اترفعت من كام يوم، والتاجيلات ليه انت مش بقالك عارف. كام يوم بتحاول ترفعها. بحاول ارفعها في القاهره، انا جيت اعمل التوكيل للمحامي النص بتاع رفع دعوه الزنا والحضور مكاني في التحقيقات وكده. يعني هنا الموظفه قالت لي لا انت تعمله في المنصوره احسن. رحت لمدير السجل المدير الشهر العقاري عشان خاطر اعمل النص، قال لي في ايه بالظبط وبتاع. لقيته راجل محترم، حكيت له الموضوع اللي حصل وكده. اقسم لك بعزه الله في شخصيات نظيفه، اه طبعا البلد في كلها ناس ناس في كويسه. ناس في مجالات كتير بتخدم الشعب، فعلا بتخدم الشعب. اقسم لك بالله، اقسم بالله مدير الشهر العقاري نفسه هو اللي عمل لي ان شاء الله التوكيل. النائب العام بيتابع كل الافوات والحاجات اللي زي دي يا ايهاب، وان شاء الله تقدم دعوة بلاغك. انت من حقك تقدم اي بلاغ، ومن حقك يتم التحقيق بما يرضي الله في كل القضايا. سواء وقع، انت بتقول ان القاضي ان الدكتور نفسه محرر بيقول ان هو اقام علاقه غير شرعيه مع سيده المفروض انها متزوجاك، تمام. وانت معاك ما يثبت الكلام ده تمام. صح؟ ده هو في كمالة طبعا يا فندم معايا، وفي كمالة الكلام انا معايا. عايز اقول لحضرتك انا معايا اكتر من 40 50 مكالمة فون بالصوت، ومعايا مع هو محادثات معايا انا على التليفون بينهم وبين بعض. بينه وبين بعض، اه بين الدكتور وبين الاستاذة اللي كنت بقول عليها بنت ناس. الاثنين دول كل حاجة ما بينهم ده بتاعت ربنا بقى معايا. تمام. معاك ما يثبت الواقع ده كده. معايا ما يثبت. وكنت دايما خايف ان انا في يوم من الايام ممكن يتغدر بيا وما الحقيقه ما توصلش لحد. عملت فلاشه واتنين وعندهم في اماكن بحيث ان ان شاء الله احنا بلد قانون يا ايهاب، ما تتكلمش بالطريقه يا دي، احنا بلد فندم انا قانون. عارف يا معالي الباشا، انا عارف ان احنا في بلد قانون. بس انا لما الموضوع يظهر للناس بالشكل اللي انا اول مره في حياتي اتكلم عن الموضوع ده عامه، بس انا متعرض لظلم جامد. انا حاسس ان انا الناس عايزه توصلني ان انا ابقى مجرم. لا يعني ما تضيعش انتوا مستقبلك وشبابك، انت يا لسه فندم هو ده اللي صغير. انا بتكلم وبعدين عنه. معلش زوجة تطلقها والحمد لله مفيش أولاد، تبدأ حياتك جديدة وتحسن اختيار الزوجة الصالحة بعد كده. عايز اقول لحضرتك ان الموضوع ده مش عايز اقول لي انا يعني خلاص انا حته موضوع الزواج والكلام ده خلاص بقى عندي عقده نفسيه. لا لا إن شاء الله ربنا بكلمك يعني. بجد والله. يعني هو سبحانك يا رب هو عايش حياته لحد الان طبيعي، فاتح العياده بتاعته، بتروح له بعض اشخاص. طبعا بلدنا نفسها لما حصل الفرع ده طبعا ما فيش حد قاعد يروح له اصلا. في بعض هو المفروض نقابة اشخاص. الأطباء الحقيقة تدخل تحقق في القصة دي، يعني نقابة يا فندم انا الأطباء عايز اقول لك ان تتدخل، انا تشوف في قصة الدكتور يا جماعة. دكاترة النساء لا الموضوع حساس جدا، بي- بيكشفوا على ستات يعني، فلازم يكون
الموضوع ده مراقب جدا من ودكاتره نقابه الاطباء بتتابع. كل زوج يدخل مع زوجته برضه، ما تروحش للدكتور لوحدها، تدخل معاها حد يكون واقف معاها ساعه الكشف. الحقيقه الموضوع ده بيخوف اكتر من قضيتك لوحدها يعني. يا ترى يا فندم عمل كامل يعني، يا ترى عمل خلينا ايه ما تقريبا؟ نفتريش على الناس، خلينا بس ناس كتير دخلت له. ربنا يهدي البيوت كلها، وان شاء الله حقك يجيلك بالقانون. عايز اقول لحضرتك برضو اخر حاجه، اللي انا بعت فاكسات وبعت شكاوي للوزاره والكلام من ده، وكله مستني المستند. ان قالوا لي مجرد ما المحضر ده يوصل لنا بالرقم بتاعه ونبدا نتحرى عنه ونعرف ان الموضوع ده بجد، هيجي وهنتكلم معاه ونحقق في الموضوع. طيب ان شاء الله المحامي بتاعك لو كان يتمكن ليا عمر من لو كان انه ليا عمر وما حصليش حاجه، وانا بقول على مباشره وما حصليش حاجه، لان انا بقيت احس ان انا في ناس اصلا زي اللي ماشيه ورايا. بقيت لا احس ان هو يا فندم اصل ده وصل لواحد قال له انا معايا الفلوس امسك بقى القمر، لو صرفت نصها عليه مش مشكله، بس هضيعها هو واللي يشدد له. لا حول الله يا رب، ليه يعني؟ بكلمك بجد والله العظيم يا ربنا فندم، يعني اقوى من الناس الكل يا بتخاف ابني تتكلم يعني. معايا في التليفون. ربنا اقوى من الكل. يا فندم انا قلت لحضرتك انا لو بموتي مش هسكت، بس انا اللي مزعلني دخول اشخاص ما لهمش اصلا علاقه بالموضوع، بيلو دراعك. ما لهمش علاقه، بيضغط عليا. هو كان حساباته كلها اللي انا هتمسك اليوم اللي صديقي ده اتمسك فيه، واتضغط عليا وامشي في القضيه. طبعا مش هلحق، مش هعرف اعمل محضر زنا. عايز اقول لحضرتك ان الحاجه نفسها اللي هتبقى موجوده، يعني احتمال التليفون نفسه ما عدتش قلقان اصلا. لا ان شاء الله هو كان تلاقي. حساباته في كده، بس سبحان الله ربنا اراد ان لما يتاخد اخويا يومها وصديقي، ان انا اصلا ما كنتش موجود في البلد، لان انا بطبيعه شغلي شغال في القاهره، ما تروح بين القاهره وتيجي، وما بين فانت ما اسكندريه. رحتش بقى. كنت اصلا مش في البلد، يعني كويس انا الحمد حكومه لله. المواصلات ما كنتش في البلد كان اصلا. زمانك انت بقيت المتهم يا ويدور فندم عليك ويا تعرف ريت، تثبت حقك. يا فندم ويا ريت ان انا كنت موجود بس لوحدي. ليه حط واحد صديقي في الموضوع ليه؟ يعني الصديق ده ذنبه عشان ايه؟ عارف الموضوع. راجل عنده حوالي 39 سنه ولا 38 سنه، خليته ان هو مبتز، وخليته ان هو كذا، مع ان اخوه صديقك كنت بتقعد في بيته وبتاكل في قلب بيته، خليته ان هو مبتز. اخويا الصغير اللي لسه مخلص جيش، ما بقاله انا فتره اتوقع بسيطه. ايه من حد قسم مهنته يعني؟ معلش برضو انا بفترض على كلامك طبعا الدكتور من حقه الرد، من حقه يطلع يقول وجهة نظره ويتهمك بالاتهامات اللي هو عايزها. حق الرد مكفول له في اي وقت، احنا يا فندم مستعدين نسمعه. انا نفسي عاوز اسمعه، بس يقول الحقائق اللي حصلت قدام قاضي. عايزه يقول صديقي ده ذنبه ايه، عايزه يقول اللي حصل ده انا شايفاك شعبت انت ناس تانية مهتم بالناس ليه. وصديقك اكتر من نفسك، انت نفسك يا فندم انا مش مهدد مشكله. بالحبس. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اقسم بعزه الله، اقسم بعزه الله ورحمه الغاليه عند الله والدتي، انا لو جاي لحكم محكمه بالاعدام حالا، انا اقوم البس بدله واتعدم، بس ابقى لوحدي، ما احسش اني ضيعت حد معايا، ما احسش ان في حد ضاع معايا. ليه؟ يعني انت تضيع 3 شباب ليه؟ واحد صديق عنده 4 عيال ولسه عنده بنت لسه جاله قريب، ذنبه ايه؟ وصديقي ده مش حمل حبس. اخويا الصغير ذنبه ايه؟ الناس دي كلها ذنبها ايه؟ صحيح. ما تحاسبني انا، اكتب ان انا موتك، اكتب ان انا موتك. ده انا دلوقتي بقول يا ريت ان انا كنت من البدايه قتلتك، على الاقل كنت انا بس اللي رحت فيها. ليه مضيع ناس تانية في الموضوع؟ يقدر يشيل الناس دي، يقدر يطلع صاحبي ويطلع اخويا من الموضوع اللي هو حاططهم فيه ده ليه؟ انما طبعا زي ما وصلنا ده كله تخطيط محامي له، لانه كان بياخد صديقي يقعد معاه في العياده، يتكلم كلام معاه كانهم اخوات، ويبدا يقول له ما تتكلمش معايا فون عشان مراتي بتبقى موجوده مش عايزه تعرف حاجه، اي حاجه بينا كلمنا عليها واتس. صاحبي ده بقى يقول لي انا هقعده يتاسف لك. واستغل الرسائل اللي بينكم انتوا الاثنين وقدم التهم. ده طبعا يا حقك فندم هيجيلك عن يا طريق ايهاب، المحامي. حقك هيجيلك. حضرتك اللي عايز بس اوصل له ان المحامي بيقول عليه انا هخليه يتصالح ليه، ده بالنسبه لي البقره الحلوه. وانت عايز تتصالح معاه؟ انا يا فندم انا بعد اللي حصل وبدا ده ما عادش ينفع في صلح. عارفه ليه يا فندم ما عادش ينفع صلح؟ لان خلاص الناس عرفت اللي حصل. انا كنت ممكن ان انا ما اتكلمش في اي حاجه، الناس عرفت اللي حصل. اصبح ان الدكتور ده ان انا اسكت له النهارده معناها ان انا بديله فرصه انه يعمل كده في بنات تانية كتير. بس ده كل اللي حصل. أنا بشكرك يا إيهاب، والله قلبي معاك، ربنا يعينك ويصبرك على مبتلاك، يعني ده ابتلاء من ربنا واختبار، إن شاء الله تعديه على خير. وزي ما قلنا الكلام كله على مسؤوليتك الشخصية. على مسؤوليتي يا فندم، على مسؤوليتي الشخصيه، كل كلمه قلتها على مسؤوليتي، ما حدش قال لي اقول حاجه. انا اللي وعندي كلام كتير، بس طبعا وقت في البرنامج كلام ما وكده ينفعش يتقال. في لا أنت حكيت لي يا كتير وحاجات فندم ما في تنفعش حاجات تتقال. كتير، في أنا حاجات عارف، كتير، أنا عارف، ومعايا أنا عارف، مكالمات تقعدي ساعات تسمعيها، أنا عارف. معايا أهو مكالمات تقعدي ساعات تسمعيها. إحنا مستعدين نسمع الدكتور في أي وقت، حق الرد مكفول.
وكمان بنطالب بتحقيقات عادلة في القصة ويتقدم فيها أوراقك ومستنداتك، ويعني تمكينك من إنك تحرر المحضر الخاص بزوجتك وعلاقتها بالدكتور. بشكركم أعزائي متابعي موقع المصري اليوم، بعتذر لكم عن التفاصيل الموجعة جدا والمؤسفة جدا، لكن حاجة حصلت في مجتمعنا، هي قضية شاذة لكن يعني موجودة وقيد التحقيقات في النيابة العامة، وإن شاء الله يعني حق صاحب الحق ياخده بإذن الله والمدان يحاسب. أشكركم.